تخيل معايا في يوم شاب اسمه كريم راجع بيته وماسك في ايده ورقة وفرحان جدا. ورقة واحدة بتحدد مصيره. الورقة دي عقد بيقول انه دفع تحويشة عمره في مقدم شقة في مشروع جديد، والحقيقة ان الشقة دي مش موجودة ولسه ما اتبنتش، والارض لسه صحراء. وعلى الناحية التانية في آلاف الناس متجمعين قدام مجمع سكني ضخم اللي إعلاناته كانت مالية الشوارع وعود بحياة الرفاهية والمساحات الخضراء وحمامات السباحة. لكن لما تبص على أرض الواقع مش هتلاقي غير شوية طوب وخرسانة مهجورة وسياخ حديد صدت من كتر الركنة. الناس دي كانت جاية تشوف شقة عمرها اللي راح. وعشان ما تفتكرش إني بكلمك عن قصص خيالية، خليني أخدك لبعيد شوية، تحديدا للصين في أواخر 2021. عملاق العقارات الصيني إيفرجراند، واحدة من أكبر شركات التطوير العقاري في العالم كله، بتعلن انهيارها وعليها ديون بأكتر من 300 مليار دولار. ملايين المشتريين لقوا نفسهم دافعين مقدمات وأقساط لشقق لسه على الورق، والشركة ببساطة بتقول لهم الخزنة فاضية ومفيش تسليمات. والقصة دي بترمينا قدام سؤال مرعب: إزاي كيانات عملاقة بتعمل إعلانات بملايين وتتعاقد مع أكبر النجوم عشان يسوقوا لها، وتيجي في لحظة تعجز إنها تسلمك شقة 100 متر؟ هل الموضوع ده مجرد نصب ولا في كارثة أكبر مستخبية في هيكل الاقتصاد نفسه؟ النهاردة احنا هندخل جوه الصندوق الأسود لواحد من أخطر وأهم الأنظمة المالية في عصرنا، التمليك على الرسم أو الأوف بلان. تعالوا نفكك اللغز ده حتة حتة عشان لما تقرر إنك تمضي وتغامر بشقة عمرك تبقى عارف أنت بتلعب مع مين بالظبط. وأنا أحمد شحاتة، وده نفس الأثر. الأول هنروح لكريم اللي موظف المبيعات قال له الجملة السحرية: يا فندم أنا همضيك عقد دلوقتي على سعر افتتاحي بأقل من سعر السوق وقت التسليم ب40%. والحقيقة إن كريم اقتنع بالكلام ده ومضى العقد، وعدت ال3 سنين وجي ميعاد التسليم والمشروع لسه على الورق. وعشان نفهم اللعبة دي صح محتاجين نرجع خطوتين لورا ونسأل السؤال البديهي جدا: هو ليه المطور العقاري ما يبنيش العمارة أو الكومباوند من جيبه الخاص، ولما يخلص تشطيب يقول للناس يا جماعة الشقة جاهزة، اللي عاوز يشتري يتفضل؟ ليه بيبيع لي حتة أرض صحراء على إنها حلم المستقبل؟ عشان نجاوب على السؤال ده لازم نبص للموضوع من منظور المطور الأول. المطور العقاري مهما كان حجمه هو في النهاية تاجر، والتاجر الذكي دايما بيدور على أرخص طريقة يمول بيها مشروعه. لو المطور راح للبنك عشان يستلف مثلا 100 مليون دولار يبني بيهم المشروع، البنك هيقول له أهلا بيك يا فندم، بس هتدفع لي فوايد 15-20% سنويا، ودي تكلفة مرعبة هتاكل كل أرباحه تقريبا. وهنا بيظهر الحل العبقري، هو أنت. المطور بيبص لك ويقول لي هستلف من البنوك بفوايد ضخمة لما ممكن استلف من العميل نفسه ب0% فوايد. المطور بيستخدم الدفعة الأولى اللي هي المقدم اللي انت بتدفعها والأقساط الشهرية بتاعتك عشان يبني بيها المشروع. يعني من الناحية الاقتصادية البحتة انت مش مجرد مشتري، انت الممول وانت البنك اللي مسلف المطور فلوس بدون أي فوايد. وبالمناسبة ده الكلام اللي أكده البنك الدولي في تقاريره الرسمية عن تمويل الإسكان في الأسواق الناشئة. البنك حذر بوضوح من غياب الرقابة على البيع على الورق، بيحول المواطن البسيط لممول إجباري بيشيل هو لوحده كل المخاطرة، وده بيخلق فقاعات عقارية مرعبة ممكن تنفجر في أي لحظة. طيب هنا السؤال: لو أنا كعميل بسلف المطور فلوسي يبني بيها، أنا هستفيد إيه وإيه اللي بيخليني أقبل بالمعادلة دي؟ وهنا بتبدأ اللعبة. عشان يدافع عن الفكرة، المعادلة دي على الورق هي عبقرية اقتصادية، وين وين سيتويشن، الطرفين كسبانين. انت كعميل بتقبل تشتري على الورق لكذا سبب، اولهم خصم المخاطرة. بمعنى ايه؟ المطور بيديك الوحدة بسعر اقل من سعرها وهي مبنية بنسبة تتراوح من 30-50%. يعني الشقة اللي ب$100,000 على الماكيت اول ما تتبني وتتشطب سعرها بيوصل 130 و150 ألف دولار. انت هنا كسبت في المتوسط 30% لمجرد انك اشتريت وقت وصبرت. الحاجة التانية ان انت بتحوط نفسك من التضخم. بمعنى ايه؟ في الفترات اللي قيمة العملة فيها بتقل، العقار بيكون هو الخزنة اللي بتحمي فلوسك. انت هنا بتثبت سعر الوحدة النهاردة وبتدفع قسطها حسب اتفاقك من 5-10 سنين بفلوس قيمتها بتقل مع الوقت. يعني اقتصاديا انت الكسبان. وده بيفسر لنا المقولة العبقرية لمفكر الاقتصادي جلال أمين لما قال اننا ما بنشتريش العقار للسكن وبس، احنا بنشتريه كحصن أخير ضد غدر الزمن. العقار بالنسبة لأي حد فينا هو الأمان المادي اللي بنستخبى فيه من ظروف وغدر وتقلبات الأيام. لحد هنا والكلام جميل وعظيم ووردي. المطور بيبني بفلوسك ومن غير فوايد، وانت بتكسب في تمن الشقة قبل ما تستلم. امال ايه اللي بيودي الناس في داهية؟ وازاي الحلم ده بيتحول فجأة لكابوس مرعب؟ دلوقتي هننزل مع بعض لمسرح العمليات عشان نفهم التشريح الدقيق
لانهيار أي مشروع عقاري. الكاتب الكبير توفيق الحكيم لخص اللعبة دي كلها في جملة مرعبة لما قال: العقل البشري يسهل خداعه إذا ما تم التلاعب بأحلامه ومخاوفه في آن واحد. وده بالظبط اللي بيحصل في مسرح العمليات. المطور بيلعب على حلمك في الرفاهية وخوفك من إن الفلوس قيمتها تقل، فتلاقي نفسك بتمضي من غير ما تحسبها صح. لكن المفاجأة هنا إن المطور اللي لعب بأحلامك ده هو نفسه غالبا وقع ضحية لحساباته. الموضوع مش دايما بيكون إن هو نصاب بشكل متعمد. المشكلة كلها يا صديقي بتكمن في مصطلح اقتصادي خبيث جدا اسمه التدفقات النقدية. عشان أبسطها لك، تخيل معايا إن المطور سين قرر يعمل مشروع، باع الشقة على الماكيت مثلا ب$100,000. المطور حاسب تكلفة البناء والتشطيب ب$60,000، وفي $20,000 رايحين تسويق وعمولات للبروكرز وإعلانات، وال$20,000 الباقيين هي مكسبه الصافي. المعادلة كده موزونة وزي الفل. لكن المطور ده مش بياخد $100,000 دول من إيدك كاش مرة واحدة، هو بياخد منك في الأول 10% مقدم، والباقي بالقطارة أقساط مثلا على 7 سنين. في نفس الوقت هو مطالب يبني المشروع ويسلمه لك خلال 3 سنين. يعني هو محتاج يصرف على البنى أسرع بكتير من سرعة تحصيل الفلوس منك. وهنا بقى بتيجي الضربة القاضية: التضخم وتقلبات الاقتصاد الكلي. فجأة وبدون سابق إنذار يحصل وباء عالمي، حروب إقليمية، أزمة في سلاسل الإمداد، سعر طن الحديد يضرب في 2، والأسمنت يغلى، وتكلفة العمالة تزيد. وبلغة الأرقام وبنظرة سريعة على آخر 3-4 سنين هتلاقي إن أسعار مواد البناء الأساسية زي الحديد والأسمنت في بعض الأسواق العربية زادت بنسبة وصلت ل 150 و200%. ودي مش مجرد زيادة عادية، ده زلزال بيضرب جداول التكاليف. الشقة اللي كانت المفروض تتكلف $60,000 بقت بتتكلف 90 و120,000 دولار. المطور هنا بيقف مصدوم قدام شاشة الحسابات. الفلوس اللي بيلمها من أقساطك ما بقتش مكفية يشتري بيها طوب وحديد يكمل بيهم المشروع. طب هيعمل إيه؟ هل يعلن إفلاسه؟ لا طبعا. هيشغل ذكائه ويعمل حركة في منتهى الخطورة. هيعلن عن إطلاق المرحلة الثانية من المشروع. يبدأ المطور يعمل حملة إعلانية أضخم ويبيع شقق جديدة في المرحلة الثانية للعملاء الجداد وياخد منهم مقدمات كاش. بس المفاجأة اللي انت أكيد متوقعها، هو مش هيستخدم المقدمات دي عشان يبني المرحلة الثانية، لا هو هياخد فلوس العملاء الجداد عشان يكمل بيهم بناء عمارات العملاء القدام بتوع المرحلة الأولى اللي اتورط فيهم. السيناريو ده مش بيفكرك بحاجة؟ بالظبط، ده التعريف الحرفي لمخطط بونزي. هو غالبا مش نصاب ولا بدأ المشروع عشان يسرقك، هو مجرد مطور سيء الإدارة حساباته انهارت واتزنقت، فبدأ يسد حفرة بحفرة أكبر. وطالما عجلة المبيعات بتدور وفي عملاء جداد بيدفعهم، العجلة هتفضل ماشية ومحدش حاسس بحاجة. لكن أول ما السوق يهدى أو القوة الشرائية للناس تقل والمبيعات تقف، الهرم كله بينهار. المطور ما بيلاقيش سيولة يكمل بيها، والمقاول بيوقف شغل. وكلنا شفنا الزلزال ده بيضرب أقوى أسواقنا العربية. في أزمة 2008 كيان عقاري عملاق زي شركة نخيل في الإمارات اتعرض لتعثر شديد جدا في تسليم مشاريع الأوف بلان بسبب نقص السيولة. ولولا تدخل حكومة دبي بخطة إنقاذ تاريخية بمليارات الدولارات كانت هتبقى كارثة. وفي 2020 شفنا إفلاس وتصفية عملاق المقاولات أرابتك، واللي سحب معاه في دوامة التأخير مشاريع عقارية ضخمة جدا. يعني أزمة السيولة ما بترحمش الحيتان الكبيرة في السوق، فما بالك بالمطورين الصغيرين. ويا صديقي لما بيحصل التعثر ده بتظهر مصيبة تانية محدش بيحسبها: التكلفة الخفية للتأخير. خلينا نرجع الأول لكريم اللي عايش في شقة إيجار وكان حاطط كل اللي معاه ومرتب حياته إنه هيستلم الشقة في مارس 2023. أول ما الميعاد ده قرب، الشركة بعتت له: إحنا آسفين، هنأخر التسليم لحد مايو 2024 بسبب ظروف في التوريد. وبعدها كمان حصل تأجيل ل 2025. طب في الفترة الكبيرة دي الإيجار زاد عليه تقريبا للضعف، وكمان هو مطالب إن هو يدفع أقساط الشقة بانتظام اللي لسه ما استلمهاش. وبالمناسبة لو أنت زي كريم ومحتار أصلا بين الإيجار ولا التمليك، فإحنا عملنا حلقة كاملة حسبناها بالورقة والقلم اسمها إيجار ولا تمليك. هسيب لك الرابط بتاعها في الوصف، ضروري جدا تشوفها بعد الحلقة دي. نرجع لكريم. هتقول لي طبعا وهو سكت على حقه ليه؟ هقول لك يا صديقي اللي بيحصل في المرحلة دي عملية لوي دراع. المطور بيجيب كريم ويقول له: احنا هنتأخر، امضي لي على ملحق عقد بيمدد فترة التسليم 2 وبيلغي غرامة التأخير اللي عليا. كريم بيضطر يمضي لأن البديل إنه يرفع قضية في المحاكم اللي هتاخد منه سنين وفلوس كتير مش معاه. بس لما الكارثة بتحصل، أول حاجة بتعملها أنت كعميل إنك بتجري على درج مكتبك تطلع العقد اللي أنت ماضي عليه وتبدأ تدور على حقوقك. وهنا بقى بتكتشف المفاجأة: العقد اللي أنت ماضي عليه غالبا متصاغ بطريقة
تكتف المشتري وتحمي المطور. تعالوا نقرا السطور الصغيره اللي محدش بياخد باله منها وقت فرحه الشراء. لو انت اتاخرت شهرين 3 عن دفع القسط، العقد بيقول ان المطور من حقه يفسخ العقد بتاعك، وخد بالك من دي، ويخصم منك كمان 10 او 20% من اجمالي ثمن الوحده، مش اللي انت دفعته بس، كغرامه او ما بين قوسين كعقاب وتأديب ليك. طب اعكس الايه، لو المطور اتاخر عليك في التسليم سنه 2، هتلاقي العقد بيقول ان من حقه فتره سماح 6 شهور. طب وبعدين يبدا يدفع لك غرامه تاخير، غالبا هتلاقيها ارقام فاضيه، وللاسف مش بيدفعها لك كاش، دي بتتخصم من الاقساط اللي عليك. يعني حتى وهو بيعاقب نفسه بيحتفظ بالسيوله في جيبه. طب هل المشكله المكلكعه دي ملهاش حلول؟ يعني هل كل الاسواق في كل الدول كده؟ هقول لك الاجابه لا. عشان نكون منصفين ونشوف الصوره كامله، خلينا نبص على اسواق اقليميه قدرت ان هي تحل المعضله دي بذكاء. كمثال سوق دبي العقاري في سنة 2007، دبي انتبهت للكارثة دي وعملوا نظام جديد اسمه حساب الضمان. النظام ده غير قواعد اللعبة تماما. الفكرة ببساطة يا صديقي انك لما بتشتري شقة على الرسم، الفلوس اللي بتدفعها ما بتدخلش في حساب المطور الشخصي اللي ممكن يشتري بيها عربية او يقعد يعمل بيها اعلانات ودعاية. لا، الفلوس دي بتدخل في حساب بنكي مقفول تحت اشراف مباشر من الحكومة. المطور ما يقدرش يسحب ولا دولار واحد من الحساب ده الا لما يثبت للمهندس الاستشاري بتاع الحكومة انه بنى فعلا جزء من المشروع. يا جماعه انا حطيت اساسات، خد يا سيدي فلوس الاساسات. انا بنيت الدور الاول، خد فلوس الدور الاول. النظام ده بيضمن ان فلوس المشتريين راحه 100% في الطوب والخرسانه واستكمال المشروع، وبيمنع المطور من استخدام فلوس مشروع عشان يبني بيها مشروع تاني. وعشان تعرف قيمه النظام ده، خلينا نبص على مؤشر الشفافيه العقاريه العالمي اللي بتصدره مؤسسه GLL العالميه. التقرير ده اثبت بالدليل القاطع ان الاسواق اللي طبقت حساب الضمان ارتفعت فيها معدلات الشفافيه بشكل رهيب، ونسب الاحتيال وتأخير التسليم نزلت لمستويات شبه معدومة، لأن الفلوس بقت متراقبة بالمليم. وللأسف في كتير من أسواقنا العربية التانية قوانين حساب الضمان إما مش موجودة، ولو موجودة فيها شوية ثغرات، أو حتى تطبيقها ضعيف، وده اللي بيسيب المشتري وش الوش في غابة مع المطور، وسلاحه الوحيد فيها هي ورقة العقد، ومحاكم بتاخد سنين عشان تفصل في القضايا. بس قبل ما نقفل ملف الأزمة دي، خلينا أحكي لك عن سمير كان في نفس الموقف بالظبط ورايح يشتري شقة على الرسم، بس هو قرر انه ما يسلمش دماغه لكلام السيلز والاعلانات، وقعد مع نفسه وبدأ يفكر ازاي ادخل اللعبة دي وانا مأمن ظهري ومقلل المخاطرة لأقصى درجة. سمير حط قاعدة لنفسه: المطور اللي هيجاوبني على الكام سؤال اللي في دماغي ويديني اجابات مقنعة هو اللي هحط معاه شقة عمري. وانا بقى بطريقتي قدرت اوصل للورقة اللي سمير كتب فيها اسئلته دي. تعالوا نفتحها ونشوف مكتوب فيها ايه. سمير وهو بيكتب أول سؤال كان بيطبق نصيحة للعبقري عباس محمود العقاد لما قال: لا تضع ثقتك في كل من يبيعك المستقبل قبل أن ترى ما فعله في الماضي. عشان كده كان سؤاله الأول والأهم: هل المطور ده لسابقة أعمال اتسلمت فعلا، مش شوية صور وماكيتات؟ المطور المقنع بالنسبة لي هو اللي بنى وسلم في وقت الأزمات الاقتصادية الصعبة. نمرة 2: هل في حساب ضمان للمشروع؟ أنا هطلب اسم البنك ورقم حساب الضمان الخاص بالمشروع، ولو قالوا لي مفيش أنا هطلع أجري. نمرة 3: هل في نسبة إنجاز فعلية على الأرض؟ أنا هروح أنزل الموقع بنفسي، مش هشتري هوا في هوا، أنا هشتري في مشروع بدأ يرمي حتى قواعد وخرسانة. نمرة 4 ودي خطيرة قوي: هسألهم عن قاعدة ال30-70. يعني إيه الكلام ده؟ هو هيسأل عن الملائمة المالية. هل المطور معاه سيولة بتمثل 30% من المشروع، ولا هو قاعد مستني اقساط العملاء بنسبة 100% عشان يبني؟ لو قاعد مستني فلوسي وفلوس غيري، يبقى ساعتها أي هزة في السوق هتوقعه وهتوقعني. 5 بقى ودي صايعة قوي: هل العقد في بند صريح لغرامة التأخير؟ يعني لو أنا اتأخرت أنت بتاخد حقك من اللحم الحي، وأنت كمان لو اتأخرت لازم تكون غرامتك موازية لغرامتي. 6 بقى، وغالبا سمير كان شغال في مكتب محامي، هيسألهم: هل العقد قابل للتسجيل العقاري الرسمي؟ لأنه عارف إن العقد الابتدائي هيخليه في ديل القايمة لو الشركة فلست، أما العقد المسجل هيدي حماية قانونية وأولوية وقت الكوارث لا قدر الله. 7 و8 ودي أسئلة صريحة لنفسه في المراية: علاوة المخاطر. هل الفرق أصلا يستاهل إن أخاطر بفلوسي؟ أو بمعنى تاني، لو فرق الشقة على الورق والتسليم النهائي 10% بس. وهنا لازم تسأل نفسك سؤال أهم: هل الشراء في الكومباوند بالشكل ده يعتبر استثمار حقيقي بيجيب همه؟ الإجابة الصدمة جاوبنا عليها بالتفصيل في حلقة هل شقتك في الكومباوند استثمار، واللي هتلاقيها بتكمل الصورة دي تماما وموجودة في صندوق الوصف أو في الآي اللي فوق. نرجع لحسبتنا: لو المطور هيبيعها لي ب$90,000 وهيبيع في التسليم النهائي ب$100,000،
ساعتها هل ال10% دي تستاهل إن أنا خاطر؟ أكيد لازم الفرق يكون مغري بالنسبة لي 30-40%. وكمان إيه هو أسوأ سيناريو ممكن يحصل وأنا أقدر أستحمل أكمل حياتي لو حصل لا قدر الله تأخير في تسليم الوحدة 2-3 من غير ما قدرتي المالية تتأثر وأفلس؟ نرجع تاني لكريم اللي بدأنا بيه الحلقة. كريم دلوقتي بيتفاوض مع الشركة على جدول تسليم جديد. هو ما خسرش كل حاجة، بس الورقة اللي في إيده دلوقتي أضعف بكتير من الورقة اللي كان ممكن يمسكها لو كان عمل زي سمير اللي تعب لحد ما لقى مطور عقاري قدرته المالية أفضل. وفي النهاية يا صديقي، البيع على الرسم لا هو شيطان رجيم جاي يسرق فلوسك، ولا هو ملاك بريء جاي يوزع عليك أرباح. هو ببساطة أداة اقتصادية معقدة جدا، لو استخدمتها بذكاء وقريت الساحة كويس وفهمت قواعد اللعبة، هي فعلا فرصة العمر اللي ممكن تنقلك لحتة تانية. وزي ما ابن خلدون وصف العقار من مئات السنين وقال إنه الابن البار الذي لا يعق صاحبه ولكنه يحتاج إلى بصير يختاره. الشطارة هنا مش إنك تشتري وبس، الشطارة إنك تكون البصير اللي بيعرف يختار. لكن لو مشيت ورا كلام السيلز وانبهرت بالإعلانات من غير ما تدرس الحالة المالية للمطور، فصدقني غالبا هتدخل في فخ تسليم هيسحبك في دوامة من القضايا وحصر على فلوسك. والتاريخ الاقتصادي دايما بيعلمنا إن السوق ما بيرحمش المستعجلين وبيكافئ دايما الراسيين. ودلوقتي جدوركم، هتعملوا زي كريم ولا زي سمير؟ واحكولي ايه اغرب حاجة حصلت لكم وانتوا بتشتروا شقة على الورق، وهل عندك استعداد تخاطر وتستفيد بفرق السعر، ولا بتفضل ان انت تستلم شقتك على المفتاح؟ مستني اجاباتكم وتجاربكم اللي بتكمل الصورة في التعليقات، وهتابعها بنفسي لان مؤمن ان النقاش هو اللي بيصنع الوعي. وحابب اشكر كل اللي بيدعمونا بالانضمام لعضوية القناة او عن طريق السوبر سانكس او انستا باي، وشكرا لكل اللي بيدعمونا عن طريق الكومنت الايجابي والشير. ما تنساش تفعل الجرس وتشوف كل الحلقات اللي فاتتك عشان يوصلك كل جديد. اشوفكم على خير في حلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله.